مبدئيا كده قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت بتخاف او عندك اي نوع من انواع المشاكل، عشان هقول حاجات ممكن بعض الناس ما تتحملهاش، يعني يبقى اطلع من الفيديو من دلوقتي، عشان من عنوان الفيديو واضح ان القصة اللي هتتحكي او القصص اللي هتتحكي مرعبة شوية، وكلها قصص حقيقية. فلو عندك اي مشكلة مع الحاجات دي ما تتفرجش على الفيديو، عشان انا مش عايز اعمل الفيديو دوت عشان اخوف حد او حاجة. انا مجرد ان انا احكي لكم على شوية حاجات في حياتي شفتها قدام عيني، حصلت بجد وعملت لي تروما، وانا ما كنتش عارف ان انا عندي تروما، وعشت بيها وكملت حياتي عادي. كنت فاكر ان ايه يعني، إيه المشكله ان يحصل لي كده، ايه المشكله ان انا اشوف كده. السلام عليكم، وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده عباره عن فضفضه، احكي لكم شويه قصص مرعبه، بس كلها حقيقيه، كلها حصلت لي بجد، كلها شفتها بجد. فانا حابب ان اشارك معاكم بعض القصص دي يعني. في حاجات تانية فعلا مش هينفع احكيها، بس انا شفت حاجات كتير قوي وحشة في حياتي، وحاجات كتير قوي صعبة. آه، سواء في المنطقة اللي انا كنت عايش فيها اللي هي العمرانية، سواء في وفاة والدي، سواء في الحادثة اللي حصلت لي. شفت حاجات كتير قوي مرعبة، ومش كل الناس تقدر تعدي بيها عادي. واكتشفت ده من يومين ثلاثة. اقول لكم اكتشفته ازاي يعني لما اجي احكي على الحادثة بقى. آه، فخلونا نبدأ مع بعض بأول حاجة شفتها في حياتي، كانت مرعبة جدا وشفتها وأنا طفل صغير، وهي كانت خناقة في العمرانية. كان عندي حوالي 9 سنين. كان قبل وفاة بابايا بتقريبا سنة أو سنة ونص. وأنا كنت بتحرك دايما في المنطقة حركات يعني لوحدي قليلة قوي، لأن بابا كان بيحب يتحرك معايا في كل حتة، عشان المنطقة عندنا كانت خطر شوية. كان هو بيحب يوديني كل حتة، اتحرك معايا في كل حتة، لما بروح التمرين يروح معايا، مش عارف ايه، الله يرحمه يعني. فللأسف المرة دي بقى أنا بتحرك لوحدي، كنت رايح أجيب حاجة من على أول الشارع، وببص لقيت خناقة، قلت أقف أتفرج يعني، طفل بقى عندي 9 سنين. وللأسف حظي المنايل بستين نيلة وقعني في خناقة كان فيها جريمة قتل. شفت واحد بيتسيخ. آه، شفت واحد بيتخانق مع واحد جزار، وجزار مشهور بدون ذكر أسماء يعني، عشان هي قضية اوريدي كانت معروفة في الوقت ده، بس ده أنا بكلمكم حاجة من زمان قوي يعني. شفت واحد بيتسيخ، شفت خناقه واحد ماسك سيخ من بتاع الكباب طويل دوت، وراح مركبه لواحد دخل عدى من الناحيه التانيه. للاسف انا شفت الواقعه دي قدام عيني من مكان قريب قوي. وكان صعب جدا ان انا اصدق اصلا ان ده حصل بجد، لان انا كنت فاكر ان مفيش يعني في السن ده، كنت فاكر ان مفيش حد ممكن يقتل حد في الحقيقه، يعني اي حد بيقتل حد ده في الافلام بس، انما في الحقيقه مفيش حاجه اسمها كده يعني. فشفت الواقعه قدامي، وقعدت لمدة تقريبا نص ساعة كده ساكت وبحاول استوعب ايه اللي بيحصل. لحد ما في واحد جارنا في المنطقة يعني وقف بيبص يعني، وشافني واقف، فطبعا راح واخدني من ايدي، قال لي امشي يعني، وراح مرجعني على البيت. عشان بان على وشي يعني انا كنت يعني تروماتايزد قد ايه ومذهول قد ايه من المنظر اللي انا شفته يعني. طبعا يعني مش عايز احكي لكم بشاعة المنظر عامل ازاي، بس انا كفايه ان أنا اقول لكم واحد اتسيخ، يعني السيخ دخل من هنا طلع من الناحيه التانيه. فدي كانت اول حاجه مرعبه شويه اشوفها في حياتي. طبعا روحت حكيتش لحد حاجه، نمت حلمت بكوابيس مش عارف ايه وبتاع، بس حاولت اقنع نفسي ان عادي يعني، وان تمام انا هعدي الموضوع. بس طبعا كطفل يشوف المنظر دوت، هو ما كانش سهل ان انا اعدي الموضوع، وانا ما عديتوش ولا حاجه، بس قعدت اقنع بنفسي بكده. بعديها على طول بسنه كنا مسافرين مصيف، ودي قصة بقى طويلة هحكيها، بس في الدوكيومنتري هتسمعوها بتفاصيل أكتر وبأحداث أكتر، وهتشوفوا الأماكن وهتشوفوا كل حاجة، بس أنا دلوقتي هقول لكم بسرعة كده. أنا والدي توفى غرقان، مات غرقان، وإحنا بنعوم مع بعض. كنا بنصيف زمان قوي في العجمي، ودخلنا جوه شوية، و يعني اليوم ده كان صعب ودوامات وسحب جامد وبتاع، ففي ناس كتير غرقت. بس قدر ربنا ان والدي كان حد من الناس اللي غرقت. وهو تقريبا كان اول واحد يعني. احنا كنا بنعوم جوه، وطبعا صريخ وبتاع، الناس اللي بره بتصرخ ان في سحب جامد قوي، واحنا جوه وراهم مش شايفين في ايه، بس شايفين سامعين صريخ ان في ناس قدام بتصرخ. امال احنا اللي جوه بقى نعمل ايه؟ طب لما اللي قدام القريبين من الشط بيصرخوا. فطبعا انا
الموضوع كان بالنسبه لي مخيف شويه، بس انا مش خايف لان بابا الله يرحمه سباح وبطل كمال اجسام وبتاع، عارف بقى اللي هو الاب اللي انت بتشوفه بتحس ان ده سوبرمان يعني، وانا كنت شايف ابويا كده، فمش خايف. لو حصل لي اي حاجه بابا موجود يعني. ببص لقيت بابا هو بيغرق اصلا، سبحان الله بقى، ده قدر ربنا يعني، وعمره بيغرق وبيقول حد يمسك ايدي وكده، وشفت ايده طالعه من البحر وهو عمال ينزل. وحتى ده وشم انا عملته على كتفي، يعني الايد اللي طالعه من البحر دي، عشان الناس اللي مستغربه من الوشم ده. آه، المهم ان الحمد لله الحمد لله، ان عشان الموضوع ما يبقاش صعب على والدتي، انا الحمد لله عشت وانا قاعد اهو بكلمكم. بابا كانش ينفع ابقى انا وهو يعني، بس لما طلعت على الشط شفته مرمي والناس بتحاول تفوقه وكده. القصه بقى الكامله احكيها طبعا يعني، عشان القصه طويله قوي. بس الموقف المرعب بقى كمان ما كانش ده بس، الموقف المرعب في الموضوع ان احنا رحنا مشرحه، وفي المشرحه هم بيطلبوا حد يتعرف على الميت، الجثه. لو انت جاي في حاجه زي ان انت مضروب بالنار او غرقان او كده، بيطلبوا حد يتعرف على الجثه يعني لازم. فانا اللي تهورت يعني وانا عندي 10 سنين او 10 سنين ونص وجريت. قلت انا كانت والدتي معايا، فطبعا ما خلتهاش هي اللي تخش تشوف. عملت انا فيها يعني راجل بقى وبتاع، وانا طفل صغير عبيط، رحت جاري داخل المشرحه. عديت على ما اتذكر بالظبط كانوا تقريبا 6 جثث، والدي كان السابع. ال6 جثث بقى اللي مضروب بالنار واللي محروق واللي مش عارف ايه وبتاع. مشرحه في اسكندريه يعني. عقبال ما وصلت لجثة بابايا كنت شفت كل الحاجات دي وانا معدي ماشي بالراحة ومركز مع كل واحد وانا اصلا لسه مش مستوعب ان بابايا مات يعني. انا يعني برضه يعني هبقى احكيه بعدين، لان انا قعدت سنتين او 3 سنين بعدها مش مستوعب ان بابايا توفى اصلا، مش مصدق يعني، في انكار تام. ف الشوية اللي اتمشيتهم دول عدوا عليا كأنهم يعني هما مثلا كانوا دقيقتين، بس هم عدوا كأنهم سنتين، وانا ببص على منظر الجثث التانية دي لحد ما وصلت قلت لهم هو ده. ودخلت يعني، حاولت ان انا ابوسه كده بسرعه وبتاع وامشي يعني. وطبعا انا متماسك جدا ومش بعيط وبتاع، طفل عندي 10 سنين ونص ومتماسك جدا في المنظر دوت، وقلت لهم هو ده وطلعت بره. بعد ما طلعت بره ابتدينا بقى في الحاجات اللي هي بتاعت العزا ومش عارف ايه استخراج شكل الوفاه. انا عمال اتسحل في كل ده بس انا مش موجود. بعد اللي انا شفته والمنظر ده انا مش موجود. آه، يعني اللي بيجي يكلمني ممكن ارد، بس معظم الاوقات مش برد. بس انا مش موجود حرفيا يعني، ومش بعيط. لان عيطت شويه في الاول، بعد كده يعني عيطت شويه اول ما حصل الحادثه يعني وغرق، وبعد كده ما بقتش اعيط. وقعدت فتره مش بعيط، وقعدت فتره في انكار تام ان لا يعني القصه دي كلها ما حصلتش، انا مش عايز اصدق ان هي حصلت يعني. فعيطت بعدها يعني فتره طويله قوي. دي تاني حاجه شفتها في حياتي كانت مرعبه جدا، وبرضه افتكرت ان انا تخطيتها وما تخطيتهاش ولا حاجه. لحد دلوقتي بفتكر، وساعات ببقى نايم بيجيلي الموضوع بشوفه قدامي اكنه لسه حاصل دلوقتي او بيحصل دلوقتي. ساعات ابقى قاعد بتكلم مع ناس وبس يعني. انا اتعلمت ان انا عمري ما كنت بشارك الحاجات دي او بقولها، كنت فاكر ان ده عادي يعني، بس طلع ان ده مش عادي. ابتديت افهم شويه عن علم النفس، وابتديت افهم شويه عن الامراض النفسيه وبتاع، لقيت ان لا، هو مش عادي ان انا ابقى قاعد مع ناس بتكلم والمنظر ده يجي في دماغي، واللي هو اتخض وانا قاعد بتكلم مع حد واسرح بعد كده وما اسمعش اللي بيكلمني ده بيقول ايه. كنت فاكر ان ده عادي يعني، بس لا يعني لما فهمت شويه عن علم النفس، لا يعني عرفت ان ده مش عادي. وعرفت ان حاجه كبيره قوي، جزء كبير قوي من العلاج ان انا احكي بقى، لان انا عمري ما كنت بحكي يعني. عشان كده قررت اعمل الفيديو ده. وبرضه عشان لو حد عدى بتروما زي دي او شاف حاجه زي دي، وهو برضه معلش احنا رجاله يعني فبنقول عادي، فاهم؟ ما هي دي مشكلتنا بقى، احنا بنقول عادي، انا راجل ايه المشكله يعني اعدي يعني. شفت ايه؟ شفت واحد بيموت، شفت ابويا بيموت، شفت مش عارف ايه بيحصل ايه، شفت جثه ايه يعني. هو ايه يعني؟ ماشي انا معاك عادي، يعني هتعيش عادي. في ناس بقى من الحاجات اللي انا وانت بنشوفها دي، لو حد يعني عدى بحاجه زي اللي انا عديت بيه، ولسه احكي لك الانقح. في ناس يا معلم بتتحول لسايكوبات، بيبقى قاتل متسلسل. في ناس بتتجنن خالص وتروح مستشفى المجانين. في ناس بتنتحر. فلو انت فاكر ده عادي، لا، انت لو بصيت، انا بصيت على حالات عدت بحاجات زي دي، كان شاف مثلا يعني جندي كان في حرب وشاف حد بيتقتل جنبه. اطفال كانوا في فلسطين مثلا وقت الحرب وشافوا.
في احصاءات كبيره قوي بتقول ان 90% من الناس اللي بتشوف الحاجات اللي زي دي او بتعدي الحاجات اللي زي دي لا هو ما بيكبرش يبقى بني ادم طبيعي او سليم يعني. فلو انت بني ادم طبيعي وسوي احمد ربنا وقول الحمد لله، بس خليك عارف ان الحاجات دي مش هتروح من دماغك بسهوله، وان انت محتاج تفضفض او تحكي لناس قريبه عشان تبتدي تتعايش مع الحاجات دي. مش هقول لك ان انت هتنساها بس تتعايش معاها. آه، تالت حاجه كانت في حاجات في النص بقى يعني فعلا مش هقدر احكيها يعني. بس تالت حاجه كان حد صاحبي آه، كان ادمن يعني. طبعا مش عايز برضه اغلط في الحته دي أوي، بس هو ادمن هيروين يعني وتوفى برضه. ده ما شفتوش وهو بيتوفى، بس شفت منظر وهو يعني حالته سيئه جدا والمخدرات اللي بيضربها وصلته لدرجه صعب. حد لو حد صاحبك قوي وحد انت اتربيت معاه وكنتوا على طول مع بعض وبتعملوا كل حاجه مع بعض ومش عارف ايه بتاع، لو بعدت عنه فتره ورجعت لقيته بني ادم تاني خالص وخاسس وعامل كده ومش عارف ايه، المخدرات بتنهيه بتخلص عليه، لا موضوع صعب مش سهل خالص. ما قدرتش، لقيت نفسي مش قادر اقعد معاه لان قعدنا فتره ما نشوفش بعض، وهو كان للاسف يعني كان يعني اتفرقنا. السكه اللي هو راح فيها كانت غير السكه اللي انا رحت فيها، فقعدنا فتره كبيره ما نشوفش بعض، ولما شفته بعد سنين ما قدرتش اقعد معاه لمده نص ساعه على بعض يعني، وتوفى الله يرحمه. فدي برضو كانت حاجه من الحاجات اللي اثرت فيا جامد. آه، رابع حاجه بقى الحادثه. الحادثه برضو دي كانت من اصعب الايام اللي عدت عليا في حياتي. انا عربيتي دست عليا برضو. يعني القصه دي غالبا هتبقى موجوده في الفيلم الوثائقي اللي بيتعمل، عشان دي قصه غريبه جدا ما حصلتش لحد اعتقد في العالم غير يعني ان عربيتك هي اللي تدوس عليك. انا عربيتي هي اللي دست عليا، وعربيتي ما كانش سايقه حد، عربيتي كانت بتجري وانا كنت بحاول انقذها عشان كانت نازله على منزل جامد واحاول انقذها، وانا بحاول انقذها وقعت وعدت على رقبتي، كسرت لي التركوة 3 حتت وخلعت لي كتفي وكسرت لي 4 ضلوع وقصة كبيرة يعني، وشوهت لي وشي وبتاع، بس الحمد لله يعني. طبعا اتكلمت عن ده في كذا فيديو قبل كده. المهم ان الشوية اللي انا قعدتهم تحت العربية كنت بحاول اطلع. قعدوا تقريبا سكة 10 دقايق كنت بحاول اسحب راسي من تحت العربية واطلع، ما كنتش عارف، وقعدت اصرخ وبتاع لحد ما استسلمت واتشهدت وقلت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت مستعد للموت يعني. الوقت اللي انت تستعد فيه للموت دوت آه، المفروض ان دماغك بتفرز هرمون اسمه دي ام تي، اللي هو بتاع فيلم الفيل الازرق والحاجات دي، عشان تهيأ ان انت تخش العالم الاخر وتشوف الابعاد التانية اللي احنا كبني ادمين ما ينفعش نشوفها. فدماغك لازم تهيأ فبتفرز الهرمون ده، عشان الهرمون ده يا معلم بيوريك حاجات ما ينفعش تشوفها كبني ادم برضه. يعني انت مش مهيأ ان انت تشوفها وانت عايش، انت دي بتشوفها قبل ما تموت على طول. بس انا جات لي الاكسبيرينس دي وشفتها لمده يمكن الله اعلم، انا مش عارف الوقت قد ايه، بس اعتقد يمكن دقيقه ولا حاجه، وقررت ان انا مش عايز اموت وقلت اسحب وشي. انا كنت مش عايز اسحب وشي عشان مش عارف اسحبه كان هيتشوه وبتاع، فكنت هستسلم يعني لان العجله مستقره وبتكسر في عظم رقبتي وبتاع، فكنت هستسلم وهموت يعني. بس قررت بعد الدقيقه اللي انا بحكي لكم عليها دي ان انا هسحب وشي وهطلع ومش هستسلم يعني، وسحبت وشي فعلا وطلعت وانا هو قاعد قدامكم. بس الدقيقة دي بتجيب لي كوابيس لحد دلوقتي. أنا شفت حاجات ما ينفعش أشوفها ومش قادر أحكيها لحد لأن هي كانت صعبة قوي ويعني موضوع الموت مش مخيف خالص، أنا ما خفتش من الموت نفسه خالص. بس الحبة الشوية اللي بيحصلوا لك قبل الموت على طول دول هم دول المخيفين يعني. إنما الموت نفسه أنا ما كنتش حاسس بحاجة أصلا يعني، ولا الإصابات اللي أنا مصابة يعني مش حاسس بحاجة، مش حاسس بوجع يعني. بس الموت نفسه مش مخيف. آه، فده فضل وقت طويل قوي معايا وعمال يعني انا نسيت اقول لكم ان انا بعد ما سحبت وشي وقمت وقفت على رجلي واضطريت امشي مسافه طويله قوي ارجع للشغل، عشان انا كنت بعدت عن الشغل ساعتها عشان بجري ورا العربيه بحاول انقذها. كان المفروض امشي شويه ارجع للشغل عشان حد ينقذني يعني. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اداني قدره ان انا امشي على رجلي وارجع تاني. المهم ان انا شفت حادثه من يومين بقى سبب الفيديو ده كله والقصه دي. انا شفت حادثه من يومين حصلت قدام الشغل عندي، فطلعنا ننقذ الناس وبتاع. حادثه كبيره 4 عربيات دخلوا في بعض وبتاع على وسط الدهشور. في ولد خبط دماغه تقريبا في التابلو، فعنده تعويره صغيره قوي هنا يعني. انا كنت مسلوخ وشي وجلدي كان واقع يعني. وما اغماش عليا.
وفضلت صاحي ومشيت على رجلي ورجعت وبتاع. فشفت الولد ده هو مخبوط خبطه وايده مكسوره، باين قوي ان في عظمه طالعه، انا كان في 50 عظمه مكسوره وما اغماش عليا. الولد كان مغمى عليه ورايح خالص. فقعدت اسال نفسي هو هل الولد ده اغمى عليه عشان هو حس باطمئنان ان في ناس حواليه بتنقذه هتوديه المستشفى فهو اغمى عليه، ولا انا في حاجه غلط؟ ايه اللي خلاني ما اغماش عليا؟ ما انا كنت لوحدي ساعتها، لو اغمى عليا كنت مت. طبعا ده حاجه من عند ربنا الحمد لله يعني. ف انت لو مش وقتك ان انت تموت مش هتموت. دي حاجه انا عايز اقولها لكم يعني مهمه قوي، ان انت لو مش وقتك ان انت تموت دلوقتي والله العظيم لو اتضربت ببازوكه كده وخرمتك مش هتموت. فانا ما اغماش عليا. فلما شفت الولد ده اغمى عليه من حاجه بسيطه زي دي، كسر وتعويره بسيطه هنا، واغمى عليه رايح يعني، و... وبيتوجع طبعا وكده، والناس شايلاه وكده. فقعدت اقول طب انا لو كان حواليا ناس ساعتها جت انقذتني، لان انا كنت بستنجد الاول عشان حد يجي يسحبني يعني من تحت العربيه، ما حدش جه. فانا قلت لو انا كنت حواليا ناس ساعتها وكان في حد ممكن يشيلني وينقذني زي الراجل ده كده، زي الشاب دوت كده، مش ممكن ما كانش يعني يعني معرفش، ممكن كان مثلا كان احس باطمئنان فيغمى عليا بقى واسيب نفسي واقول خلاص كده كده في ناس هتنقذني. بس انا حتى لما رحت الشغل ورجعت والناس شافوني وودوني المستشفى، كل ده ما اغماش عليا وكل ده انا صاحي عمال اقول لهم اصلا ان انا مش عايز اروح المستشفى، واقول لهم عمال اقول لهم انا عايز اروح البيت وبتاع. فقعدت اقول هو في ايه؟ هو من كتر التروما اللي حصلت لي، الحاجات اللي حصلت لي، انا بقيت خلاص جبله مثلا، ما بقتش احس، لان انا ما بيغماش عليا فعلا خالص في مواقف الناس كلها بتغمى عليها فيها يعني. فمش عارف لو حد عنده معلومه عن الموضوع دوت، لان سمعت كلام كتير قوي عن الناس اللي مش بيغمى عليها دي، انه يعني سمعت كلام كتير قوي، ما اعرفش لو حد عنده معلومه عن الموضوع يعني يقول لنا، يقول لي في الكومنتات. آه، لان فعلا عندي فضول، انا عايز اعرف فيه ايه يعني، انا ليه ما بيغماش عليا. بس دي القصص اللي كنت عايز احكي لكم النهارده. واللي عايز اقوله من الفيديو او نصيحة الفيديو، ان انت لو عندك تروما او لو شفت حاجة صعبة وحاسس ان انت مش قادر تنساها وبيجيلك في كوابيس او بتطاردك وانت قاعد في بتتكلم في حاجة او كده، اوعى تستهون بالموضوع. الموضوع مش مجرد ان هي يعني ده اللي كنت فاكره، يعني انا فاكر ايه يعني عادي، ايه المشكلة اما اقعد اتخيل شوية حاجات يعني ولا ايه يعني. لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع اكبر من كده بكتير. انت تعبان انت محتاج تتعالج. يؤسفني ان اصدمك، انت تعبان ومحتاج تتعالج زي بالظبط. وده مش عيب، مفيهوش اي حاجه تقلل من رجولتك تماما. انت راجل، وان انت وقفت على رجلك وعديت باي حاجه انت زي الفل، وانت راجل مفيش حاجه تقلل من رجولتك خالص. بس انت لازم تعرف ان انت عندك مشاكل وحلها بسيط مش صعب. وغالبا انت هتضطر تتعايش معاها بقية حياتك يعني. فاستعد لده بس، وحاول تفضفض لحد قريب منك، وما تستكبرش ان انت تفضفض يعني، ما تستكبرش ان انت تحكي. مش عيب خالص ان الراجل يحكي، مش عيب خالص ان الراجل يعيط، بس على حاجه تستاهل يعني، مش تعيط على واحده سابتك مثلا. بس ده هدف الفيديو النهارده. ولو حد حابب يشارك معايا اي حاجه او يبعت لي انستجرام بتاعي موجود، هتلاقوه في الديسكريبشن. لو حد عايز يبعت لي اي حاجه يمكن اقدر انفعه، ان انا بجد من بعد ما ابتديت اثقف نفسي شويه في علم النفس، فهمت ان الامراض النفسيه حاجه حقيقيه، وزي الامراض العضويه بالظبط ممكن تجيلك في اي وقت، زي العطسه اللي بتعطسها لما بيجيلك برد. هي الامراض النفسيه مرض زي اي مرض عضوي، وكل الدكاتره النفسيين قالوا كده. فليه اعراض زي العطسه اللي بتعطسها، بقول لك ليه اعراض زي اي مرض هتعدي بيها. بس انت كل اللي انت محتاجه ان انت تعترف لو انت فعلا عندك حاجه، ما تكبرش على ده، وتحاول تتعامل معاها بس. يا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. واي حد حابب يشارك معايا حاجه ابعتولي زي ما قلت لكم على انستجرام، اكتبوا لي في الكومنتات. وربنا يقدرنا ونحاول نساعد الناس. انا زي ما بعمل كونتنت ترفيهي وزي ما بعمل كونتنت، ومحدش يقعد يقول لي وده بقى والنبي عشان بتضايق من الموضوع دوت. انت غيرت الكونتنت ليه؟ انا عايز اعمل اللي انا حاسه، انا عايز اعمل اللي انا مبسوط فيه وخلاص. فما حدش يقعد يقول لي انت بتغير الكونتنت ليه. انا بعمل الكونتنت اللي انا حاسه، واللي حاسه انه ممكن يفيد الناس. وحتى لو في كونتنت ترفيهي انا بعمله برضو، بعمله عشان انا حاسس دلوقتي بده. اليوتيوب بالنسبه لي كده، هو دي المنصه اللي انا بحبها. انا ولا بحب تيك توك ولا بحب اي حاجه تانية، هي دي المنصه اللي انا بحبها، فبعمل اللي انا عايزه عليها يعني. بس متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.